طبتم وطابت أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تشارك إريتريا في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023. وزارة الزراعة تدعو لبذل جهود حثيثة لمراقبة جراد الأشجار. مدرسة ورساي كالو بيساوا تقيم أنشطتها السنوية. اتفاق بشأن الهجرة بين الولايات المتحدة وكندا. ماكرون وتبون يطويان صفحة الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر. ورجال الإطفاء يكافحون أول حريق هائل هذا العام في إسبانيا. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة. شاركت إريتريا في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 الذي أقيم في الفترة من 22 وحتى 24 من مارس في نيويورك الأمريكية. وقدم المدير العام لقسم المياه في وزارة الأراضي والمياه والبيئة السيد مبرهة إياسو كلمة أوضح فيها أن المياه عامل أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والزراعية والصناعية ولتنعم الشعوب والكوكب بالصحة والازدهار. وقال إن إريتريا أحرزت خلال 30 عاما تقدما ملموسا في إنجاز أعمال تخزين المياه الجوفية والسطحية بهدف التقليل من الجفاف والتغير المناخي والدمار البيئي. وشدد السيد مبرهة على أهمية اتخاذ خطوات ضرورية لتأمين خدمات مياه كافية، ذاكرا أن الحكومة الإريترية تخطو نحو المسار الصحيح لتحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه بما يحقق الاستخدام المنزلي والمشاريع التنموية وكنتاج لخطة مشاريع المياه المستدامة لارتفعت كمية المياه الصالحة للشرب، مما أثر ذلك إيجابا على صحة المواطنين العامة. وأوضح السيد مبرهة بأن إريتريا تؤمن في توحيد مصادر المياه للتنمية المستدامة بتطوير خارطة طريق وطنية وتأمين مساهمة وطنية فاعلة لكافة الجهات، وأن الإدارة والحماية الجيدة لمصادر المياه تلعب دورا مهما في تأمين التطور الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على ضرورة تعاون الشركاء سواء كان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في تقليل الدمار الذي تسببه المياه. وذكر بأن خارطة طريق المياه التي تتبعها إريتريا والخطوات التي تتخذها تشمل إدارة الموارد المائية واستراتيجية تخطيط الخطة المائية وتنمية القدرات البشرية ونقل التقانة والتعاون والشراكة مع الجهات الناشطة في هذا المجال. وقد تم إصدار القوانين والتعليمات والإعلانات القانونية والمعايير الخاصة بها. وأكد السيد مبرهة أن إريتريا ستواصل جهودها للتقليل من تأثير أضرار الدمار الذي تلحقه المياه والتغير المناخي ومكافحة التصحر وإحياء البيئة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. دعت وزارة الزراعة كافة الجهات المعنية للقيام بمتابعة جادة للسيطرة على ظاهرة جراد الأشجار. وأوضح فرع العلاقات العامة للوزارة بأن ظاهرة جراد الأشجار كانت منحصرة في إقليم الكاشباركا فقط، إلا أنها توسعت في الوقت الحالي إلى أقاليم عنسبة والجنوبي وشمال البحر الأحمر. وقال مسؤول وحدة الآفات المهاجرة السيد تيدروس يوم بأن جراد الأشجار يعد أحد الآفات المهاجرة ينتقل من وإلى مكان آخر ليلا ولا يبيت في المكان الذي قضى فيه نهاره، مما يجعله آفة خطيرة. وأوضح السيد تيدروس بأن جراد الأشجار هو من الآفات المضرة بالأشجار وتضر أيضا بالفواكه والخضروات وبعض أنواع الذرة في حال لم تحصل على الأشجار، وهذا يزيد من مدى خطورتها، مناشدا المزارعين والخبراء الزراعيين والإدارات والجيش للقيام بمتابعة جادة للسيطرة على هذه الظاهرة المقلقة. وتوضح تقارير منظمة الأغذية والزراعة الدولية بظهور محدد لجراد الأشجار هذا العام، عكس الجراد الصحراوي الذي لم يظهر بصورة مقلقة سواء على المستوى الإقليمي والعالمي.
قيمت مدرسة ورساي كالو بيساو التي تقدم التعليم الأكاديمي للطلاب القادمين من المدارس الثانوية المنتشرة في كافة أرجاء البلاد لإكمال الصف 12. قيمت في 21 و22 من مارس أنشطتها السنوية للعام الدراسي 2022 و2023. وشارك في التقييم السنوي مسؤولو وزارة التعليم وفروع الوزارة في الأقاليم ووحدات المدارس الثانوية، بالإضافة إلى مسؤولي أقسام الخدمات الاجتماعية ورعاة الطلاب وغيرهم من الجهات المعنية. وذكر قائد مركز تدريب قوات الدفاع الإريتري اللواء رمضان عثمان أولياي أن إعمار البلاد يعتمد على بناء شباب أكفاء بكل المقاييس، داعيا إلى تعزيز المشاركة المنسقة لكافة الأجهزة الحكومية والجبهة بهدف إنجاح أنشطة مدرسة ورساي يكالو. وأوضح ممثل وزارة التعليم السيد بيطرس حيل مريم أن نجاح العملية التعليمية في ساوى نتاج للجهود المنسقة الجارية بين مدرسة ورساي يكالو ومركز التدريب، مناشدا لتمتين ذلك أكثر فأكثر. وأشار مدير مدرسة ورساي يكالو الأستاذ عصام قبر هيوت إلى قدوم 13,000 طالب إلى المدرسة، بينهم 49.4% طالبة من 98 مدرسة ثانوية منتشرة في جميع أرجاء البلاد لإكمال الصف 12 في العام الدراسي 2022-2023. وناشد الأستاذ عصام لمنح اهتمام خاص ومتابعة جادة للمدارس التي توجد فيها طالبات أحرزنا نسبة نجاح متدنية فضلا عن نسب مشاركة ضئيلة، وتوفير كتب كافية وآنية في المكتبات، وتوظيف إخصائي المختبر بهدف الاستفادة الجيدة من المختبرات، إضافة إلى بذل جهود حثيثة واستثمار كبير في المدارس قبل النظامية. وقدمت وحدات المدرسة تقارير سنوية عن أنشطة المدرسة وتمت مناقشتها بإسهاب. وتوضح المستندات بأن مدرسة ورساي يكالو قدمت التعليم الأكاديمي في دفعات الخدمة الوطنية من 16 وحتى 35 لأكثر من 250,000 طالب وطالبة. عقد جمعية الألبان التعاونية في مندفر وضواحيها في 23 من مارس مؤتمرها السادس، واختارت لجنة جديدة تدير أنشطتها خلال الفترة القادمة. ووضح في التقرير الذي شارك فيه ممثلو مكتب الزراعة في المديرية ضعف الجمعية خلال السنوات الأربع الماضية نتيجة للتحديات المتمثلة في قلة العلف الحيواني وأسواق غير آمنة، ويتطلب النهوض إلى تقديم دعم حكومي. وذكر مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد برخة تسفى سلاسي أن الجمعية أنتجت خلال 4 سنوات مضت 825,760 لترا، مما يساوي ذلك إنتاج عام واحد من الأعوام التي سبقت عام 2018، كما انخفض أعداد الأعضاء وأبقارهم. وأشار مسؤول الثروة الحيوانية في مكتب الزراعة في الإقليم الجنوبي الدكتور عبازقي كفلة إلى توزيع أراضي زراعية صالحة لتنمية العلف الأخضر في منطقتي عد عدا وشخاب السرات، واتخاذ خطوات لازمة لتركيب الطاقة الشمسية بهدف التقليل من مشاكل الطاقة، داعيا لتعزيز المزارعين دورهم في هذا الشأن. وذكر مدير مديرية مندفر السيد وهبة هزقياس أن التحديات التي واجهت المزارعين خلال الأعوام الماضية أضرت بهم وبمتطلبات الألبان، مناشدا اللجنة الجديدة لضرورة العمل بالتنسيق والتكامل لبلوغ الهدف المنشود. وناشد المؤتمرون لإدخال نظام عمل جديد يسهم في حل الإشكالية التي ظلت تواجه في دفع الحساب في أوانه. أقيمت جمعية الألبان التعاونية في مندفر ودواحيها في عام 1996. نظم في مديريات عد قيح وصرونا وفرو ومنصورة أسبوع طلابي ثقافي رياضي. وأفاد مراسل إرينا بأن الأسبوع اشتمل على منافسات موسيقية ومعلومات عامة وشعرية وقصة قصيرة والمناظرة والرسم والدراما والصناعة وغيرها من المنافسات.
وأوضح مسؤول الثقافة والريادة في المديرية الأستاذ سلطان الشيشاي أن الأسبوع ركز على أساليب تتسم بتعرف الطلاب على ميولهم وقدراتهم وتوارث القيم المجتمعية السامحة والثقة الذاتية والمثابرة. وأفادت المعلومات الواردة بأن الأسبوع المنتظم في مديرية الدقيق بمشاركة 18 مدرسة كان حافلا بنشاطات رياضية وثقافية فاعلة. كما اشتمل الأسبوع المنظم في مديرية فورو بمشاركة 22 مدرسة على منافسات كرة القدم وألعاب القوى والسلة ومعلومات عامة بين طلاب 8 مدارس متوسطة. وقد اشتمل الأسبوع المنظم في مديرية منصورة على منافسات كرة القدم وألعاب القوى والقفز الأرضي والعالي ورمي القرص والجلة والرمح. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى اتفاق بشأن الهجرة، حيث بحثا معا مواضيع عدة بينها الاقتصاد والوضع في هايتي. وتوصل الزعيمان إلى اتفاق يتعلق بملف الهجرة الحساس. وشدد بايدن في أوتاوا على أن الولايات المتحدة وكندا ستعملان سويا لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون من بلاده إلى جارتها الشمالية. وفي خطاب أمام البرلمان الكندي قال بايدن إن الولايات المتحدة وكندا ستعملان سويا لمنع عمليات العبور غير القانونية للحدود. والعلاقة بين واشنطن وأوتاوا أكثر ودية مما كانت عليه خلال رئاسة دونالد ترامب الذي لم يقم بزيارة رسمية، لكن ذلك لا يمنع بروز بعض الخلافات. أكدت الرئاسة الفرنسية أن إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون قد طويا صفحة الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر. وأعلن الرئيسان عن رغبتهما في مواصلة لتعزيز التعاون الثنائي بحسب الإليزيه. وكتب قصر الإليزيه في بيان: رفعا خلال محادثة هاتفية سوء التفاهم، واتفقا على تعزيز قنوات الاتصال لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف. وأوضح الإليزيه في بيانه أن الرئيسين يتحدثا عن العلاقات الثنائية وعن تنفيذ إعلان الجزائر الموقع خلال زيارة رئيس الجمهورية للجزائر في أغسطس. وشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات في أفق إجراء الرئيس عبد المجيد تبون زيارة دولة إلى فرنسا. دمر حريق ضخم أكثر من 1000 هكتار شرقي إسبانيا، وأدى إلى إجلاء حوالي 1500 شخص من القرى المجاورة، بينما لا تزال فرق الإطفاء الإسبانية تعمل على إخماد النيران التي اندلعت. وجرى تنبيه رجال الإطفاء بشأن الحريق بالقرب من فيلا نوفي دي فير في منطقة فالنسيا. ونشرت وحدة خدمات الإطفاء والطوارئ العسكرية الإسبانية 20 مروحية وطائرة إطفاء من أجل السيطرة السريعة على الحريق. ومع أن توقيت الحريق أتى باكرا هذا العام، إلا أن السلطات ترجح أن تندلع المزيد من الحرائق في الأيام والأسابيع المقبلة، خصوصا وأن إسبانيا تشهد موجة قوية من الجفاف، وكمية الأمطار المتساقطة كانت شحيحة خلال الشتاء. الخبر الأخير في هذه النشرة: ارتفعت حصيلة الضحايا الحريق الذي اندلع في مستودع وقود في جاكرتا تديره شركة الطاقة الحكومية بريتامينا إلى 33 وفاة وفق ما أعلنت السلطات الصحية. ودعا مسؤولون إلى إجراء تدقيق في منشآت الطاقة في إندونيسيا بعد ما اجتاح الحريق الذي اندلع في منطقة سكنية قريبة وأدى إلى تدمير منازل واحتراق سيارات بجوار المستودع في العاصمة جاكرتا.
وكانت السلطات أعلنت غداة الانفجار أن عدد الضحايا بلغ 18 شخصا. وتقع محطة تخزين الوقود التي تشغلها شركة الغاز والنفط الرسمية بيرتامينا بالقرب من منطقة مأهولة بالسكان في حي تاناه ميراه في شمال جاكرتا، وتلبي 25% من احتياجات الوقود الإندونيسية. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذا المساء، هذا أهم ما جاء فيها. تشارك إريتريا في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023. وزارة الزراعة تدعو لبذل جهود حثيثة لمراقبة جراد الأشجار. مدرسة ورساي كالو بيساو تقيم أنشطتها السنوية. اتفاق بشأن الهجرة بين الولايات المتحدة وكندا. ماكرون وتبون يطويان صفحة الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر. ورجال الإطفاء يكافحون أول حريق هائل هذا العام في إسبانيا. هكذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله. يا شباب،